يا اخويا، واحنا اخواتك مش هنسيبك برضه. هات لي شويه ميه يا سبعاوي. مش عاوز ميه، انا عايز عصير قصب. واجيب له منين عصير قصب ده يا اخويا ده؟ يا حبيبي يا علي يا اخويا، باين على وشك الزعل قوي. طب دلوقتي يا علي مفيش عصير يا علي، هنعمل لك ايه؟ خلاص هاتولي بيب. خلاص يا اخويا علي، اهدى شويه وخلينا نحكي في المهم. ايوه تعالى لي في المهم يا اخويا رياض. اتفضل يا اخويا احكي. دلوقتي يا اخواتي ابونا الله يرحمه مات. يا حبيبي يا ابويا، هو مات تاني؟ مات بس يا علي يا اخويا، خلينا نعرف نتكلم. اتفضل يا اخويا اتكلم. ابوك الله يرحمه 17 فدادين، يعني كل نصيب واحد فينا فدانين ونص، عايزين نوزعهم بما يرضي الله من غير زعل. عداك العيب يا اخويا رياض. انت كبيرنا واللي تعمله احنا راضيين بيه. ايه يا علي ساكت ليه؟ يا خساره يا اخويا، عايزين تقسموا الارض وتتفرجوا. اما هنعمل ايه يا علي يا حبيبي؟ ما لازم كل واحد فينا ياخد نصيبه ياب. بص يا علي يا حبيب، المثل قال لك لو كنت اخوات تتحاسبوا. استنى انت هو، ما انا عايزنا نعمل ايه يا علي؟ كنت مستنيك يا اخويا الكبير، تتجمعنا ما تفرجناش. مش فاهم يا علي تقصد ايه؟ بدل ما تقول نقسم الارض، كنت مستنيك تقول حطوا ايديكم في ايد بعض ونتحد، وبدل ما كل عند واحد فدانون ونص يبقى عندنا 10 في ايد نحس، بدل ما كل واحد يبقى لوحده نبقى ايد واحده. يا خساره يا كبير، يا خساره يا اخوات، سلام عليكم. هو ليه الاخوات بعد ابوهم ما يموت يتفرقوا مش ما يكونوا مع بعض؟ يا خساره ليه الاخوات يبقاش ايد واحده زي ما كانوا وهم صغيرين بياكلوا في طبق واحد ويلبسوا لبس بعض ويلعبوا مع بعض؟ معاك حق يا علي في كل كلمه قلتها، مع انك اصغر واحد فينا بس احن واحد. انا موافق ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. هو ده الصح يا اخويا، انت كده ابن ام وابويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يا اخويا بزر، احنا مش هنقسم الارض، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان مش كل واحد يبقى في طريق. لا يا حبيبي انت وهو، انا عاوز نصيبي بالارض وانت براحتكم. ليه كده يا بزر يا اخويا؟ انا مش محب الشراكه، كل واحد ياخد نصيبه وهو حر. ليه يا اخويا عايز تفرقنا ليه من بعض؟ ولا تفريق ولا حاجه يا علي يا حبيبي، كل واحد فينا ياخد نصيبه وبرضه نبقى حبايب. انا استخدت ربنا يا جماعه، وكلام علي صح، مش هنقسم الارض، احنا لازم نتحد ونبقى ايد واحده. يسلم لسانك يا سبعاوي. نتحد. مد ايدك يا بزر. لو مش عاوزنا نتفرج يا بزر حط ايدك معانا. الاتحاد اقوى يا بدر، حط ايدك. اتحدوا انت يا اخويا انت وهو، انا مش معاكم، انا عايز نصيبي. والسلام عليكم. لو سبتنا يا بدر هتبقى وحدك هتخسر. ارجع يا بزر ما تفرجناش. هتندم يا بزرة وهترجع، بس هيكون فات الاوان. تعالى يا اخواتي نشرب كوبايه الشاي كده. ماشي يا حاج علي، يلا يلا يا اخويا سبعاوي. الحمد لله على كرم ربنا، انا مش مصدق بقى عندنا 15 فدان. والله يا جماعه انا حاسس ان انا في حلم يا جماعه. يا عبيط انت وهو، اللي يتاجر مع ربنا عمره ما يخسر ابدا، والحمد لله انكم تبعتوني وبنطلع ربع المحصول لوجه الله. كلامك صح يا اخويا رياض. اخويا 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 بزرة، اخويا بدر. يا ريتني سمعت كلامكم يا اخواتي. اخويا ما تزعلش نفسك يا اخويا، وفداك اي حاجه. خسرت كل حاجه يا اخواتي، بس احنا ما خسرناكش يا اخويا. بس انا خسرت ارضي ونفسي. ارضنا ارضك يا اخويا. احنا اخوات يا اخويا، والضفر عمره ما يطلع من اللحم. انا ما استاهلش حبكم ده ليا والله. هتبدا معانا صفحه جديده يا اخويا، والحمد لله احنا كان عندنا 7 فدادين ونص، بفضل الله بقى عندنا 15 فدان، وال15 فدان دول لينا احنا الاربعه، وان شاء الله يبقى 100 فدان طول ما ايدينا في ايد بعض. انتوا الونس لو